عمرك سمعت عن حاجة اسمها الكواكب الرحالة؟ بعض الناس بيسموها الكوكب اليتيم أو الكواكب اليتيمة. شوف يا سيدي، الكوكب الرحال ده أمره غريب جدا. هو كوكب عادي جدا، شكله كروي مفهوش أي حاجة، بس اللي بيميزه إن هو ما بيدورش حوالين شمس ولا يتبع أي مجموعة شمسية. هو عبارة عن كوكب تايه في الفضاء كده ما بين النجوم والمجرات. العلماء لسه ما درسوهوش بطريقة مستفيضة، تمام؟ ولكن بعض العلماء بيتوقعوا إن عدد الكواكب اليتيمة أو التايهة يفوق عدد النجوم ب100,000 مرة. الكواكب دي صعبة في الاكتشاف نظراً لأن مفيش نجم قريب منها أو شمس بتدور حواليه بيعكس الضوء من عليها، وبالتالي دراستها صعبة جدا. الطريف في الموضوع إن هم في نوفمبر اللي فات اكتشفوا كوكب تايه، كوكب رحال، ولكن بيبعد 100 سنة ضوئية من المجموعة الشمسية بتاعتنا، ودي مسافة في علم الفلك تعتبر صغيرة جدا، ويعتبر ده قريب جدا للمجموعة الشمسية، وسموه الاسم ده. فعلا الكون مليان عجائب. يا ترى لو الكوكب ده كان اتطرد من مجموعة شمسية، ايه السبب اللي يخليه يطرد منها؟ فكر وارجع لي.